ازيكم يا جماعة؟ أنا إيناس حامد، ودي قصة من اللي بتخبط في القلب خبط. قصة بنت قالت لي مش قادرة أصدق إن جوز أختي يعمل معايا كده، وأختي كانت نايمة في الأوضة جنبنا ومش سامعة حاجة. القصة حنان بتحكي لي وهي منهارة وبتقول: يا إيناس ما اتصدمت، اتكسر جوايا حاجات كتير. أنا أختي سماح كانت في الشهر التاسع تعبانة قوي، وأنا قررت أقعد عندها أساعدها. جوزها أحمد جه يشتغل ومفيش حد غيري يراعيها. أنا كنت متجوزة واتلقيت من 3 سنين، وعلاقتي بأحمد كانت دايما محترمة. كنت بعتبره أخويا، كنت بحكي له زي ما بحكي لأي صاحب. لكن من أول يوم والتاني والتالت بدأت أحس بنظراته الغريبة، نظرات مش مريحة، وكنت بطنش وبقول لنفسي يمكن بيتوهم. وفي يوم اتصل بيا وقال لي: الحقي أختك تعبانة. جريت على البيت لقيته هو اللي رن، مش أختي. وسماح نايمة. قال لي: سيبيها نايمة، عايزة أتكلم معاكي. وبصراحة أنا ما كنتش متوقعة اللي حصل بعدها. لو انتي فاكرة إن الصدمة كانت في النظرات، استني تسمعي اللي حصل في الركنة. أحمد جوز أختي عمل حاجة عمري ما كنت أتخيلها، وأنا مش قادرة أصدق إن ده حصل وأنا ساكتة. حنان بتكمل كلامها وبتقول: قالي تعالي نقعد شوية نتكلم. وصدقيني يا إيناس كنت شايفة إن ده طبيعي، هو جوز أختي والجيت فاضي وأختي نايمة. قعدنا على الركنة وهو فجأة ماسك إيدي. شديت إيدي بسرعة وقلت لها: مالك يا أحمد، في إيه؟ قال لي كده بصوت واطي: بصراحة أنا مش قادر، بقالي 3 شهور مبعد عن سماح والدكتورة منعاني، وانتي جميلة وانتي ست مطلقة، وأنا عايزاكي. انهارت حرفيا، قلبي وقع. قلت له: انت مجنون؟ انت جوز أختي، انت ازاي تقول كده؟ ولقيته بيقرب ووشه اتغير، حط ايده على بقي وقال لي: اسكتي، اختك نايمة، ما تصحيش حد. وفجأة مسك ايدي الاتنين من ورا ظهري وبدأ يضغط عليا وأنا مش قادرة أتحرك. كان بيقرب وكان بيعمل حاجة أنا مش هقدر أقولها هنا، لأن اللي حصل محتاج يتحكي في مكان تاني، في التليجرام. أنا كنت مرعوبة، مش عارفة أتحرك ومش عارفة أصرخ، وكل اللي جوايا بيقول: مش معقول، مش معقول، ده جوز أختي. بعد اللي حصل أنا ما بقيتش بني آدمة. قمت لابسة هدومي وجريت وقلبي بيتقطع، بس السؤال اللي قتلني: أقول لأختي ولا أسكت؟ بعد اللي حصل لي كنت قدام اختيارين: أسكت وأعيش بالذل، ولا أفتح بقي وأقول الحقيقة مهما كانت العواقب. بس لما فتحت بقي اللي حصل كان الصدمة الأكبر. التاني يوم الصبح كنت متدمرة، قعدت قدام أختي وشي شاحب ومفيش نقطة دم في وشي. قلت لها: سماح أحمد حاول يعتدي عليا امبارح. سكتت، ما اتكلمتش، بصت لي كده وسكتت. وبعد دقيقة قالت لي الجملة اللي كسرتني: أكيد كنتي لابسة حاجة خلته يفهم غلط. أحمد مش كده، ده ممكن يكون بيهزر. قلت لها: بيهزر؟ ده كان هيعتدي عليا وانتي نايمة في أوضتك. قالت لي: طب وكنتي في الركنة معاه ليه أصلا؟ انتي غلطانة، وأنا مش هخرب بيتي علشانك. أنا اتحطيت مكان البنت اللي لازم تتظلم وتسكت، اللي المفروض تمشي من غير ما تفتح بقها علشان أختها مش مستعدة تصدق. لميت هدومي وخرجت وأنا بعيط من غير صوت، مش بس لأني تعرضت للغدر من أقرب الناس، لكن عشان الأمان في البيت مع وهن. الظهر اللي اتسندت عليه سنين هو اللي طعني في ظهري. أنا مش هسكت، ولو أختي مش وقفت في ظهري الدنيا كلها هتعرف هو عمل إيه. وأنا بكلمكم دلوقتي عملت محضر رسمه والنيابة بتحقق. بس السؤال اللي لسه بيقتلني هو إزاي ينام مرتاح بعد اللي عمله، وهي إزاي قدرت تدافع عنه؟